لو حضرتك بتستثمر في القطاع التجاري أو الإداري أو الطبي أو الفندقي أو الساحلي وأنت بتحط فلوسك في العقارات، دايما بتسأل نفسك: هل الاستثمار في الدولار أفضل ولا في البورصة ولا في الذهب، ولا أعملها في شهادة بنكية، ولا أحط فلوسي في العقارات؟ كل الاستشاريين الاقتصاديين والعقاريين بيقولوا لك وبينصحوك دايما: حط فلوسك في العقارات، هي الأأمن، هي الأفضل، والكلام اللي حضراتكم كلكم عارفينه. بس إذا كنت حضرتك عايز بالورقة وبالقلم تحسب بالظبط انت هتكسب كام على مدار السنين اللي بتستثمر فيهم عقارك، وعايز تعرف هل ده أفضل استثمار ليك وربحك هيتضاعف قد إيه وهيجي لك إيجار قد إيه، وكل القصة اللي بتتحكي عن زي ما بتسمعوا في السوق العائد على الاستثمار والار او اي والار او اي، خليني في الفيديو ده أشرح لحضرتك إيه هي الخطوات المستخدمة. هي 10 بنود المستخدمه لحساب العائد على الاستثمار في القطاع العقاري بالذات، لان انت بتاخد وحده عقاريه قيمتها بتزيد وبتتاجر. فكل ده بيبقى ليه حسبه علميه مدروسه هقولها لحضراتكم. لو انت بتشتري بنك، او حضرتك بتشتري مبنى اداري او مقر اداري او صيدليه او محل او عياده طبيه او حتى وحده سكنيه، ايه هي الحسب الصحيحه اللي بتستخدم لحساب العائد على الاستثمار؟ هقولها لحضراتكم في الفيديو ده. مع حضراتكم المهندس مهدي رجب، سي او لشركه توب مانجمنت. وفي الفيديو ده خليكم معايا، هبين لحضراتكم بعض الامور والتفاصيل اللي لازم تستخدمها او تشوف حد يحسبها لك عشان تعرف بالظبط انت هتكسب ازاي. بالذات لما بيقول لك انت بتشتري دلوقتي محل ب 10 مليون جنيه، بعد 7 سنين او بعد 3 سنين هتستلمه، او بعد 4 سنين هتأجره، وهتلاقي سعر المحل ده زاد. صح، بس مصر دلوقتي بيحصل فيها تضخم، فالفلوس اللي بتدفعها دلوقتي بعد 3 او 4 سنين قيمتها بتقل، فتقريبا كأنك ما كسبتش حاجة. هل الكلام ده حقيقي ولا لا؟ وازاي نحسبه مع بعض؟ طيب، اول حاجة حضرات في الدراسة اللي بتتعمل عن اي عقار، دراسة مالية بسيطة هقولها لحضراتكم، واللي مش فاهم طبعا ممكن تكلموني على رقمي او تتواصلوا معايا على الواتساب او تبعتوا لي وحداتكم العقاريه وانا اعمل لها حساب او احسبها لكم بالظبط هل هي مربحه ولا لا. في البدايه في حاجه اسمها البرايس ابريشيشن، ده بيقول لك ثمن وحدتك بيزيد كل سنه قد ايه. عشان تعرف بيزيد كل سنه قد ايه، انت بترجع لحاجه اسمها الهيستوري. الهيستوري في مصر بيقول على مستوى العقارات يعني بالكامل من اول التجمع الخامس، القاهره الكبرى، وسط القاهره، كل القاهره بشكل عام، او في مصر بشكل عام، الحد الادنى لزياده العقار في مصر دلوقتي وصلت ل 20% سنويا. دي حضرتك معموله طبقا لدراسه، هبعت لكم الكلام ده كله على الواتساب، بتقول ان العقار بيزيد في مصر 20% سنويا. يبقى انا بستدل بايه؟ حضرتك اتصل باي شركه، اسال على الوحده العقاريه سواء شقه، محل، مكتب، السنه اللي فاتت كانت بكام ودلوقتي بكام. وعلى فكره في اماكن زادت فيها 30 و40% بسبب التضخم، لكن انا هعتبر ان الوحده دي سنويا المينيمم بل الحد الادنى 20% سنويا. لازم حضرتك تبقى عارف ان الوحده بتاعتك اللي بتشتريها دلوقتي ب 10 مليون جنيه، زود على ثمنها 20%، بس خلي بالك سنويا. وانت بتزود على ثمنها حط ال 20% من اصل المبلغ، بس في السنه الثانيه يبقى 120% في 20%، والسنه الثالثه يبقى 140% في 20%، يعني هي زياده تراكميه. طيب، ده بالنسبه للزياده. تاني حاجه حضرتك بتحسبها في حاجه اسمها الكاب ريت. الكاب ريت دي حضرات بتتكلم عن الايجار، نسبه الايجار السنويه للوحده بتاعتك. دي بتستدل بيها لايه؟ عشان يبقى الكلام علمي ومنطقي، بتستدل بيها حضرتك لايه؟ بتستدل بيها للسيرفي اللي بيتعمل في السوق. روحوا حضراتكم لشارع التسعين او التجمع الخامس، هتلاقوا الوحدات العقاريه الاداريه بتتاجر من 10 ل 12% من قيمه الوحده. روحوا شوفوا المحلات التجاريه بتتاجر، ده على فكره ده في مصر بشكل عام، من 8 ل 10%.
الساحلي من 6 ل 7%، السكني من 3.7 ل 5% ماكسيموم. دي دراسه معموله من الماركت ريسيرش، واسالوا من ورايا حتى. بس هنا في حاجه، حضرتك بتحسب الكاب ريت او نسبه الايجار بتاعتك مش من توتال ثمن الوحده لما اشتريتها، من توتال ثمن الوحده لما اجرتها. يعني انا اشتريت محل ب 10 مليون جنيه او مكتب ب 2 مليون جنيه، وانا بستلمه بقى احنا خلاص قلنا بنزود 20% سنويا، بقى ب 6 مليون جنيه، يبقى الايجار 10% من ال 6 مليون جنيه مش من ال 2 مليون جنيه. ده الكاب ريت. طيب نبتدي بقى ندخل في الدراسه اللي بعد كده بتتعمل، بتبقى في حاجه اسمها الار او اي ريتيرن، او الار او اي اللي هو الريتيرن اون ايكويتي. ده ريتيرن اون انفست سوري، ده بيحسب العائد على الاستثمار. هي حسبه بسيطه جدا، حضرتك بتشوف اجمالي ربح الايجار بتاعك واجمالي زياده ثمن الوحده، بتحطهم على بعض بيطلع رقم، بتخصم منه التكلفه اللي انت اتكلفت بيها على التكلفه. يعني الار ماينس السي على السي، الريفينيو ماينس الكوست على الكوست، بيطلع لك بيقول لك ان انت في اجمالي بعد ما خلصت اقساط وحدتك، انت فلوسك اللي دفعتها طلعت لك ربح كام. ده الار او اي. بعد كده في حاجه اسمها الريتيرن اون ايكويتي اللي هو الار او اي. الار او اي يا حضرات دي اللي بيقول لك انت الربح بتاعك اللي كسبته بيبقى برسنتج كام في المية، بس اخصم منه الفلوس اللي انت ما دفعتهاش اصلا، والفلوس وبقيه المبلغ لان انت بتأجر بعد الاستلام، وبقيه المبلغ المتبقي اللي انت مديون بيه. يعني مثلا انا اشتريت محل ب 10 مليون جنيه، انا دفعت من ثمنه 3.5 مليون جنيه لغايه الاستلام، يبقى انا هنا ما دفعتش كامل ثمن المحل، لان ال 3 مليون ونص التانيين اتدفعوا من الايجار، فهتلاقي نسبه الارباح بتاعتك اعلى. يبقى ده اللي بيتقال عليه الار او اي، وده الادق للي بيدور هو هيكسب قد ايه. طيب دي الحسبه رقم 4. يبقى اول حاجه الكاب ريت، البرايس ابريشيت، بعد كده الار او اي والار او اي. بعد كده حضرتك احنا بندخل في حاجه اسمها الاي ار ار اللي هو الانترنال ريتيرن اوف ريفينيو. ده بيحسب لك، بيقول لك انت في السنه الواحده ربحك زاد كام، لان انت على مدار السبع سنين انت بتقول انا المحل بتاعي ابو 10 مليون جنيه، على مدار مثلا السبع سنين بالارباح بالايجارات بقى مثلا فور اكزامبل يعني رقم بقى ب 50 مليون جنيه مثلا. فالاي ار ار هي بتقسم على عدد بقى سنوات، يعني الار او اي على عدد السنوات، بيطلع لك نسبه الربح بتاعتك سنويا كام في الميه. لان في ناس، طبعا انا بتكلم مع حضراتكم اللي عايز يشغل فلوسه ويوزعها ويشغلها مع حد فاهم يعني ايه استثمار، وبالورقه وبالقلم يقول له انت هتكسب كام بدقه شديده جدا. اللي بقوله لحضراتكم ده ناس طبعا اللي بتشتري بنوك ومحلات كبيره وبتروح تاخد يبقى معاه 100 مليون 200 مليون يشتري بيها كذا وحده، فالحسابات دي لازم تتحسب بالطريقه دي عشان تعرف حتى هل ده افضل ان انا احط فلوسي دلوقتي في البورصه. لان في رجال اعمال لا انا السنه دي هحط فلوسي في البورصه، لا ده انا هشتري دولار، لا ده انا هجيب ذهب، لا ده انا هشغلهم في الحته الفلانيه. فالطريقه دي هي اللي بتقول لحضراتكم الاستثمار بتاعك هل هو مناسب ليك ولا لا. النتائج اللي بتطلع في الاخر انت بتستخدمها في الدراسه دي اللي بتتعمل. طيب ندخل على البند رقم 6 اللي هو اسمه الليفرج. الليفرج انت بتبقى محتاج، ودول الاقتصاديين بيستخدموا ده اكتر، انت بتبقى محتاج تعرف انا استثماري الربح تضاعف كام مره. فبتقسم حاجه اسمها الار او اي على الار او اي، بيطلع لك الربح بتاعك تضاعف كام مره. تمام. طيب بعد كده رقم 7 وهي الايكويتي بيلد اب. الفلوس اللي انا ما دفعتهاش من جيبي كام في المية، الفلوس اللي انا ما دفعتهاش من جيبي كام في المية. هتلاقي مثلا احنا واخدين مثال طبعا محل ب 10 مليون جنيه دفعت 50% لغايه الاستلام اللي هم بعد 3 سنين، ومتبقي 5 سنين هدفع منهم ال 50% الثانيه. فانت يعتبر كده
ما دفعتش من جيبك، ده الايكوتي بيلد اب، ما دفعتش من جيبك كام في المية، فبتحط 50%. ودي نسبة مهمة جدا لازم انت تبقى عارف، عشان ممكن تبقى انت نفسك تجيب محل ب 20 مليون جنيه بس انت معاك 10 مليون جنيه بس مثلا، فساعتها لازم تعمل الحسبة دي عشان تعرف انت ما دفعتش من جيبك كام في المية. بعد كده حضرتك بتحسب حاجة اسمها الار او اي ام بي في والار او اي ام بي في، بس في حاجة قبليهم برضو مهمة جدا وهي هتبقى رقم 8، اللي هي بتقول لك انت رجعت فلوسك الخاصة بتوتال ثمن الوحدة بعد ما أجرت على كام سنة. دي مهمة جدا، رجعت باقي فلوسك على كام سنة. دي برضو برسنتج بتتحط، يعني مثلا عدد سنين بيتحط، سوري. في واحد يقول لك والله انا رجعت فلوسي من الايجار، اشتريت محل ب 10 مليون جنيه، رجعت فلوسي من الايجار بعد الاستلام مثلا في خلال 5 سنوات 6 سنوات 7 سنوات. طيب اخر حاجتين يا حضرات ودول مهمين جدا جدا جدا. والله يا باشمهندس مهدي كلامك حلو جدا، انت قلت لي خد محل ب 10 مليون جنيه، وفعلا وانا بستلمه او بعد 7 سنين اقساط المحل ده بقى ب 30 مليون جنيه، وكمان اجرته لمده 4 سنين او 3 سنين بعد الاستلام، ادي مثلا 6 مليون جنيه مثلا، يبقى انا كسبت 36 مليون جنيه في خلال 7 سنين وانا المحل بتاعي عامل 10 مليون جنيه. بس خلي بالك في سنه 2023 وانا بشتري المحل كانت ال 10 مليون جنيه قيمة الجنيه كانت ماسكة نفسها نوعا ما، غير لما جيت بعد 7 سنين قيمة الجنيه قلت تاني. فحضرتك كده ال 10 مليون جنيه هم كأنهم 36 مليون جنيه، لأن التضخم بياكل العملة كل سنة. مش صح يا حضرتك؟ مش ممكن حد يقول لك كده؟ تقوم حضرتك رادد عليه تقول له ايه بقى؟ تقول له كده بالظبط، تقول له في حاجه اسمها الار او اي والار او اي بحسبه الام بي في، النت بريزنت فاليو، يعني فلوسك، قيمه قصاد قيمه، قيمه فلوسك النهارده بعد 7 سنين او بعد 10 سنين بقت كام، فانا لازم اعرف انا كسبان ولا لا. فانت بتعمل ايه؟ هي حسبه بسيطه جدا، انت بتمسك فلوسك اللي انت دفعتها اللي هم مثلا 10 مليون جنيه المحل، بتشوف بعد ال7 سنين بقوا كام، وبتمسك اجمالي ارباحك الايجار وثمن الوحده بعد 10 سنين بقى كام، وبتحطهم قصاد بعض. هتلاقي قيمه ده قلت وقيمه ده قلت، بس انت هنا كسبان، لان ال 36 مليون جنيه قيمتهم بعد ال7 سنين، لا او لما حضرتك بتاخدهم كاش قيمتهم بعد ال7 سنين هنقول مثلا 10 مليون جنيه، قيمتهم قلت. بس انت برضو ال 10 مليون جنيه اللي حضرتك اشتريت بيهم المحل ما دفعتهمش كاش مره واحده، انت بتقسطهم. طيب الحسبه دي عشان ما توهكوش كتير جدا، الحسبه دي عشان تتحسب انت اولا لازم ترجع للويب سايت بتاع البنك المركزي. هتلاقي البنك المركزي عامل حاجه اسمها الديسكاونت ريت. الديسكاونت ريت ده حضرات دلوقتي طبقا للبنك المركزي 19.75، يعني قيمه الجنيه بتقل عن السنه اللي فاتت 19، يعني قول 20%. تمام ده حضرتك، وبعد كده بتحسب بطريقه كالكوليت معين، بتبتدي بقى تحط النسبه دي وبتشوف فلوسك بعد الفتره دي ما تعدي قلت من قيمتها قد ايه. فهتلاقي نفسك انت الارباح اللي كسبتها وثمن المحل بتاعك بعد عدد السنوات دي قلت، بس في نفس الوقت انت فلوسك اللي دفعتها بعد ال7 سنين هي كمان قلت، لما تحطهم قصاد بعض برضو انت كسبان مش خسران. حسبه كده انا هساعد حضراتكم فيها عشان ما اطولش عليكم. معلش الفيديو ده طول ويمكن هو يعني دقيق شويه، ناس كتير قوي مش هتفهمه، لكن اذا حبيتوا تستفسروا عن الموضوع ده اكتر، وبكلم بالذات رجال الاعمال اللي بتضخ اموال في اماكن كتيره جدا، وبعد طبعا ما تختار الوحده المميزه في المكان المميز لازم تعمل الحسبه دي عشان تعرف بالورقه والقلم ان والسوق المصري بيتم ادارته ازاي وارباحك تحسبها ازاي. ولو في اي استفسارات في خدمه حضراتكم رقمي على الواتساب قدامكم. شكرا.